أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ما زال الكلام في تعريف علم الأصول بأنه القواعد الممهدة أو العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. والكلام الآن في الإشكالات الواردة على هذا التعريف. قبل أن نخوض في الإشكالات والنقض والإبرام، لا بأس من تقديم مقدمة توضح حقيقة الحال. نحن نرى ونشاهد النقض والإبرام والإقرار والرد والإثبات والنفي في علم الأصول بالأخص، طبعا الفقه كذلك، بس علم الأصول بشكل أشد وأكثر. والآن ما يقرب من 1000 سنة أو أكثر من 1000 سنة هذا النافي والإثبات والنقض والإبرام والإشكال ودفع الإشكال والرأي المقابل والرأي الآخر. لماذا كل هذا النقض والإبرام وبذل الجهد في هذا السبيل؟ معركة العقول، معركة الآراء، معركة التفكرات، وصراع دائم ومستمر على مر التاريخ. ما هو المفعل لهذا الصراع؟ ليش ما يتوقف عند حد؟ لماذا لا يتوقف عند حد ولا يصل إلى نتيجة؟ صراع دائم أعمى لا يصل إلى نتيجة. لماذا هذا الشيء؟ أذكر لكم حقيقة تبين واقع الحال وما هو يدور في الساحة العملية، وما هي التي تدفع العلماء إلى هذا الصراع وهذا النزال وهذا الاختلاف والرأي المخالف والنقض والإبرام والإشكال ورد الإشكال. الحقيقة أن عمل الأصولي هو عبارة عن شيء فيه ربح وخسارة، فيه ربح وخسارة. واحد يربح الجولة وواحد يخسر الجولة، بها تفوق، بها غلبة، بها انتصار، بها ظفر. حالها حال جميع المناقشات وجميع المنافسات وجميع الألعاب بلا مجاملة، مثل اللعب، مثل لعبة الشطرنج، مثل المصارعة، مثل الجودو والكاراتيه، مثل بقية أنواع المصارعات. واحد يصرع الآخر، يضربه ضربة فنية
يسقطه على الأرض يلاقي ظهره على الأرض فيكون فائز والآخر خاسر. وتشبه القمار، شون القمار بي رابح وبي خاسر. فإذن هاي العملية لا يغركم ظاهرها، لا يغركم اسمها، لا يغركم عناوينها، لا يغركم ادعاء أنها في سبيل الله وفي سبيل الأحكام الشرعية. حقيقته هذا الشيء مصارعة، ملاكمة، منازلة، واحد يصرع الآخر، يصير عنده مهارة أكثر، يضربه ضربة فنية فيردي به الأرض. هاي كل ما بالقضية. بس إن شاء الله راح تدخل بالنقض والإبرام وتشافون هذه المسألة، تلاحظوها بأم أعينكم. ولذلك الشخص اللي مثلا يلعب الشطرنج أو النارد الطاولي أو مصارعة أو ملاكمة، دائما عنده شوق إلى هذا العمل. ليش؟ لأن بي غلبة، بي ربح وخسارة، هذا بي غلبة، بي سلطة. فالغالب دائما يريد يغلب، ينتصر في الساحة العملية ويردي صاحبه قتيلا أو يرديه ويلقيه على الأرض. الآخر هذا الخاسر يريد ينتقم لخسارته، يريد يعيد الجولة حتى هو يكون الظافر وهو المنتصر. نفس العملية، تريد تقبل هذا الشيء، تريد ما تقبل هذا الشيء. بس احنا راح إن شاء الله نخوض في البحوث. بالنسبة لتعريف علم الأصول بأنه العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية أو لاستنباط الحكم الشرعي، أورد عليه إشكالات. الإشكال الأول أنه لا يشمل الأصول العملية. هذا الإشكال ذكرناه، وذكرنا الأجوبة والمحاولات المطروحة لدفع هذا الإشكال. الإشكال الثاني هو أن هذا التعريف يشمل الأغيار، يعني يشمل مسائل ليست من علم الأصول ينطبق عليها التعريف، وهي القواعد الفقهية. احنا عندنا شيء اسمه القواعد الفقهية، هذه أيضا فرزت من الفقه وعزلت من الفقه وصارت تبحث بشكل مستقل، معنونة بعنوان القواعد الفقهية. حالها حال المسائل الأصولية التي فرزت من الفقه وصارت تبحث مستقلة تحت عنوان علم الأصول. هذا التعريف يشملها. ما هي هذه القواعد الفقهية؟ قواعد كثيرة، مثل قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. هذا العقد الصحيح اللي فيه ضمان يضمن فيه الثمن، هذا العقد لو وقع فاسدا وغير صحيح لم تتوفر فيه شروط، يكون الضمان أيضا فيه ثابت. يعني ما أخذته بالعقد الصحيح تكون ضامنا له، يعني تدفع ثمنه، وما أخذته بالعقد الفاسد فأتلفته تكون ضامنا له وتدفع ثمنه. ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، وما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. هذه واحدة من القواعد الفقهية. القاعدة الأخرى المعروفة والمشهورة قاعدة الطهارة.
كل شيء لك طاهر. قاعدة الطهارة، عند الشك في طهارة الشيء تتمسك بهذه القاعدة. هذه قاعدة فقهية وليست قاعدة أصولية. ومثل قاعدة لا ضرر، لا ضرر ولا ضرار في الإسلام يرفع بها الحكم الضرري. ومثل قاعدة لا حرج، لا حرج في الدين، ما جعل عليكم في الدين من حرج، هذه أيضا تغير بها الأحكام لأجل الحرج. وكذلك مثل قاعدة صيغة افعل في قوله اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه، هذه اغسل ظاهرة في النجاسة، دالة على النجاسة، إذن هي ظاهرة في النجاسة، من حينما يقول اغسل يعني نجس. ومثل القاعدة القائلة أن النهي في المعاملات يدل على الشرطية، لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك. يستفاد منه شرطية الملكية في البيع، البيع لا يصح إلا من المالك، إذن يشترط في البيع الملكية، وهكذا بقية الأمور. يقولون بأن هذه القواعد تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي، هذه قواعد ممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. استنبط من قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، استنبط الضمان في العقد الفاسد، ضمان الثمن أو ضمان القيمة في العقد الفاسد. هذا الضمان حكم شرعي، حكم شرعي وضعي، هذا حكم شرعي استنبطته من قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، أو عدم الضمان من قاعدة ما لا يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. فإذن هذا يوصلنا إلى الحكم الشرعي، قاعدة ممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. وكذلك مثل قاعدة الطهارة، بالنسبة إلى قاعدة الطهارة نثبت من خلالها طهارة شيء وهو حكم طهارة شيء وهو حكم شرعي، هذا طاهر، هذا حكم شرعي. فإذن قاعدة الطهارة قاعدة تقع في استنباط الطهارة اللي هي حكم شرعي، وإذن تدخل في التعريف. وكذلك بالنسبة للقواعد الأخرى مثل ما قاعدة الفراغ أو قاعدة التجاوز، إنما يعتنى بالشك إذا لم تتجاوز عن المحل، إنما شكك في شيء لم تجزه، فإذا تجاوزت فشكك ليس بشيء. يعني شنو؟ يعني صحة الصلاة. إذا شككت بعد تجاوز المحل، بعد الركوع شككت في الركوع، إن شكك ليس بشيء، وهكذا. وقاعدة الفراغ أيضا، إذا شككت بعد الصلاة، بعد الفراغ من الصلاة، فشكك ليس بشيء والصلاة صحيحة. نستنبط الصحة ونستنبط مضي الصلاة لأجل قاعدة التجاوز أو قاعدة الفراغ، فهي تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي. هذا إشكال أورد على هذا التعريف.
تعريف بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي، مثل ما تشمل حجية الخبر اللي تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي، مثل ما تشمل قاعدة صيغة افعل ظاهرة في الوجوب، صيغة النهي لا تفعل ظاهرة في الحرمة، ومقدمة الواجب واجبة. فإذن هاي القواعد كما تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي، كذلك القواعد الفقهية تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي. ولذلك هذا التعريف غير مانع للأغيار، ما يمنع دخول الأغيار في التعريف، راح يدخل ما هو ليس من علم الأصول يدخل في تعريف علم الأصول. هذا الإشكال. وأما بالنسبة للجواب على هذا الإشكال، وجماعة طرحوا هذا الإشكال، بس جماعة أجابوا. من الذي أول جواب، أول محاولة نذكرها هي محاولة السيد الخوئي. السيد الخوئي يقول بأن القواعد الفقهية إنما هي من باب التطبيق على المصادق، وليس إثبات حكم شرعي، ولا تقع في طريق استنباط حكم شرعي. هي من باب تطبيق الكلي على مصداقه والعام على الخاص، ما بها استنباط، لا تقع في طريق استنباط حكم شرعي. يضرب مثال السيد الخوئي، يضرب مثال يقول بأنه قاعدة الطهارة تقول كل شيء لك طاهر، يعني كل شيء طاهر، مشكوك الطهارة طاهر، مشكوك الطهارة طاهر. وإذا أنا شككت في أن هذا الثوب طاهر أو نجس، أصالة الطهارة تقول طاهر، يعني ذاك الكلي اللي هو كل شيء طاهر يطبق على هذا الجزئي اللي هو هذا الثوب. فإذا القواعد الفقهية من باب تطبيق الكل على مصادقه، وليس من باب إثبات حكم شرعي. مثلا قاعدة الفراغ تقول بأن هذا العمل من مصادق الفراغ، والصحيح من مصادق الصحيح، فإذن نطبق الشيء الكلي على مصداقه. هذا حقيقة القاعدة الفقهية، لا تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي. إذن ذاك المدعي ادعى بأن هذه الموارد والقواعد الفقهية تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي. جاء السيد الخوئي وصارعه وأخذ منه نقطة ضعف، وهو أنه ما التفت إلى أن القواعد الفقهية عبارة عن تطبيقات كلية على أمور جزئية وليست استنباط. هذه ضربة فنية، بهذه الضربة ألقاه على الأرض أو صرعه أو غلبه، عملية ربح وخسارة، عملية مسابقة، عملية مصارعة. هسه يأتي شخص آخر
ويشكل على كلام السيد الخوئي وعلى محاولة السيد الخوئي. ماذا يقول؟ هذا الشخص يأتي يريد يصرع السيد الخوئي، يريد يغلب السيد الخوئي، يريد ينتصر عليه. ماذا يقول؟ يقول للسيد الخوئي: أنت مشتبه، ليست جميع القواعد الفقهية هي عبارة عن تطبيقات لكل على مصادقه، بل إن القواعد الفقهية تقع في طريق استنباط أحكام شرعية. يقول: بالنسبة إلى أصالة الطهارة، الشبهة الموضوعية إذا شككت في طهارة هذا الثوب وتمسكت بأصالة الطهارة وثبتت طهارة هذا الثوب، هذا من باب تطبيق الكلي على مصداقه. هذا مصداق من المصادق، ما أثبتت حكم شرعي، ما ثبت جعل شرعي، وإنما ثبت أن هذا واحد من مصادق الطهارة. ولكنه في الشبهة الحكمية إذا شككنا في أن الفأرة طاهرة أو نجسة، شككنا في أن الفأرة طاهرة أو نجسة، اتمسك بأصالة الطهارة ونثبت الطهارة، هنا يثبت حكم شرعي كلي، وهو أن الفأرة طاهرة. هذا حكم كلي. هذا مثل ما يقول الماء طاهر، السباع طاهرة، بدن الإنسان طاهر، الأرض طاهرة. هذا حكم كلي وليس من باب تطبيق كلي على مصداقه. هذا يثبت حكم طهارة الفأر، طهارة الهرة، مثل ما احنا علمنا بأنه الأرض طاهرة، الشجر طاهر، الماء طاهر، الإنسان طاهر، المسلم طاهر. هذا كلها أحكام شرعية، هذه مو مصادق، هذه أحكام شرعية كلية. كل فارة طاهرة، ما أتكلم عن فارة خاصة حتى يصير جزئي، ما أتكلم عن طهارة هذا الثوب حتى يصير جزئي وتطبيق الكلي على الجزئي، وإنما أثبت حكما كليا وهو طهارة كل فأرة. فإذن هذه ضربة فنية يضرب بها السيد الخوئي. السيد الخوئي ادعى بأن القواعد الفقهية لا تثبت أحكاما كلية، وإنما هي مجرد تطبيق كلي على مصداقه، لكنه أثبت هذا الشخص بأن القواعد الفقهية تقع في طريق استنباط حكم كلي. وكذلك قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، راح تثبت بأن العقد الفاسد، البيع الفاسد فيه ضمان، الإجارة الفاسدة بها ضمان، النكاح الفاسد فيه ضمان، راح يثبت هذا الشيء. وهذا حكم كلي، ضمان البيع الفاسد. ما دا أتكلم عن هذا البيع اللي هو تطبيق كلي على مصداقه، وإنما دا أتكلم عن حكم كلي الضمان في البيوع الفاسدة كلها. فإذن هذا حكم كلي يقع في طريق استنباط حكم كلي. شوف، لاحظ هنا عملية مصارعة. جاء شخص وصرع السيد الخوئي. السيد الخوئي يقول بأنها مجرد تطبيق كلي على مصادقه ولا تثبت حكما شرعيا. هذا إجا برهن بأن القواعد الفقهية تثبت أحكاما شرعية، أحكاما شرعية كلية وليس جزئية. كذلك قاعدة الفراغ تثبت صحة الصلاة التي شك فيها بعد الصلاة. كل صلاة، مو هذه الصلاة الخاصة، هذا حكم كلي. كل صلاة حصل الشك فيها فهي صحيحة.
حصل الشك بعد الفراغ منه، أو حصل الشك بعد تجاوز من المحل. هذه قاعدة كلية، هذا حكم كلي. صحة الصلاة المشكوك فيها إذا كان الشك بعد الصلاة، هذا ما يتكلم عن هذه الصلاة، يتكلم عن كل صلاة شك فيها. إذن هذا حكم كلي، هذا حكم كلي. بهذه الطريقة استطاع أن يصرع السيد الخوئي ويلقيه أرضان. وهذه العملية عملية مسابقة، مغالبة، مصارعة، ملاكمة. أي الضربة الفنية يسموها الضربة الفنية، أو مثل لعبة الشطرنج اللي يسموها مثلا، ما أدري، ما أعرف بالضبط، مثلا كش ملك، يسمون كش ملك. هذا كش ملك يعني هذا شنو؟ ربح وخسارة. ولذلك الأبحاث الأصولية تكون شيقة ويشتاق لها الطالب أكثر من الفقهية، مع أنها أقل فائدة. ليش؟ لأن عبارة عن مصارعة ومغالبة، وغالب ومغلوب وصارع ومصروع، يعني تلقي الطرف أرضا، تسقطه أرضا، تثبت رأيك وتفند رأيه، يعني تغلبه. هسه جينا إلى محاولة ثانية لدفع هذا الإشكال. المحاولة الثانية تقول بأن القاعدة الأصولية حقيقتها هو بيان الوظيفة العملية أو نفي الاحتمال، سواء كان حقيقة أو تعبدان. هذه حقيقة القاعدة الأصولية. حقيقة القاعدة الأصولية هي عبارة عن نفي الاحتمال، يعني ناظر علما إلى الاحتمال، نفي الاحتمال. بعنوان المثال، قاعدة الأصولية مثل حجية الخبر الواحد. حجية الخبر الواحد شنو حقيقته؟ الخبر يفيد الظن، يعني ماذا؟ يعني فيه احتمال الخلاف. فحينما يأتي الدليل على حجية الخبر ويقول صدق العادل، يعني ماذا؟ يعني الغي احتمال الخلاف، هذا إلغاء تعبدي. احسب هذا الاحتمال كالعدم والخبر كاليقين، فإذن هذا إلغاء الاحتمال تعبدان. أو إلغاء الاحتمال حقيقة، عندما أشك في وجوب المقدمة، مقدمة العمل، بعد ذلك أبحث في الأصول وأثبت الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته. إذا أثبت الملازمة، احتمال عدم وجوب المقدمة راح ينتفي، ينفى، ولكن نفيه حقيقي وليس تعبدي. ما يقول لي اعتبر الاحتمال ما موجود، احتمال عدم الوجوب ما موجود، احتمال الخلاف ما موجود، وإنما يقول على أثر الملازمة يثبت أن المقدمة واجبة 100%، ما بها مجال، نفي الاحتمال حقيقتان. وبالنسبة للأصول العملية، الأصول العملية تبين لي الوظيفة عند الشك. ما أدري ماذا أعمل، أفعل أو لا أفعل. الأصول العملية تقول لي افعل أو لا تفعل. فإذن هي عبارة عن الإخراج من الحيرة. هذا بالنسبة إما، فإذن المسألة الأصولية إما
تخرجني من الحيرة أو تنفي احتمال الخلاف حقيقة أو تعبدا. هذا الشيء اللي ذكر. هل هذه المحاولة صحيحة؟ المصارعة، هل هذه المحاولة صحيحة؟ راح تناقش، ناقشها البعض وفندها البعض. راح هذه مصارعة يجي شخص يفند تلك المحاولة وحل الإشكال، يفند هذا الحل ويرد هذا الحل، يقول بأنه طبعا الإشكال كان هذا والحل هذا، هو أن المسألة الأصولية حقيقتها نفي الاحتمال حقيقة أو تعبدا، أو بيان الوظيفة العملية، بينما القاعدة الفقهية ليست ناظرة إلى الاحتمال ولا تنفي احتمال الخلاف. قاعدة الطهارة تقول هذا الثوب طاهر، كان به احتمال الطهارة، كان به احتمال النجاسة، ما تجي تقول احتمال النجاسة ملغى، ما لها شغل بالاحتمال، وإنما تقول تعامل هذا الثوب معاملة الطاهر، ما ناظر إلى الاحتمال، لا تنفي الاحتمال ولا تجعل اليقين والعلم، وإنما ناظر إلى المحتمل، قول هذا المحتمل حكم الطاهر، تعامل معاملة الطاهر. كذلك كل شيء حلال، قاعدة الحل هذا الشيء تشك في كونه حراما، قاعدة الطهارة لا تنفي احتمال الحرمة وتقول مجرد أنه تعامله معاملة الحلال، فهي ناظرة إلى المحتمل وغير ناظرة إلى الاحتمال، لا تنفي. قاعدة الأصولية تنفي الاحتمال، خبر الواحد حجة، يعني ماذا؟ يعني احتمال الخلاف فيه ملغى كالعدم، ينفى. بينما القاعدة الفقهية لا ينفى فيه احتمال، ما يقول لي هذا حلال واحتمال الحرمة ملغى، يقول لي هذا يعامل معاملة الحلال، بس الوظيفة العملية يعامل معاملة الحلال ولا ينفى احتمال الحرمة، أصلا مناظر للاحتمال، وإنما ناظر للعمل، وظيفة عمل، ناظر للمحتمل. هاي المحاولة لدفع الإشكال بأن التعريف يشمل القواعد الفقهية، فإذا لازم نفسر التعريف بشكل أنه ينفي الاحتمال أو يبين الوظيفة، بينما القاعدة الفقهية تكون خارجة. لماذا؟ لأنها غير ناظرة للاحتمال وإنما هي ناظرة للمحتمل. هاي المحاولة الثانية. ولكنه أشكل على هذه المحاولة ورد هذه المحاولة عملية مصارعة، عملية مسابقة، العملية عملية طاولة، عملية شطرنج، عملية قمار، راح يكون عندنا واحد غالب وواحد مغلوب. هذا المستشكل ماذا يقول؟ مستشكل يقول ما هو الفرق بين صيغة افعل ظاهرة في الوجوب وصيغة افعل في قولك اغسل ظاهرة في النجاسة؟ شنو الفرق بيناتهم؟ ما هو الفرق بينهما؟ حتى كانت الأولى نافية للاحتمال والثانية ناظرة إلى المحتمل، شنو الفرق بيناتهم؟ لا يوجد فرق بينهما. صيغة افعل ظاهرة في الوجوب، صيغة افعل ظاهرة في النجاسة، صيغة افعل تدل على الوجوب، صيغة افعل تدل على النجاسة، ما هو الفرق بينهما؟
شلون صارت هيك الأولية ناظرة إلى الاحتمال والثانية ناظرة إلى المحتمل؟ إما من يكون كلاهما ناظر إلى الاحتمال، وإما أن يكون كلاهما ناظر إلى المحتمل. لو الأولية تنفي احتمال عدم الوجوب، والثانية تنفي احتمال الطهارة، لأن قال اغسل الثوب، فإذن هي ناظرة للاحتمال. وإما أن نقول إن الأولى تقول تعامل صيغة تفعل، تعامل هذا المحتمل معاملة الوجوب، والثانية تقول تعامله معاملة النجاسة، فإذا ماكو فرق بيناتهم. شو الفرق بيناتهم؟ ما هو الفرق؟ وكذلك مثال آخر وقاعدة أخرى. هذا المثال الآخر والقاعدة الأخرى صيغة النهي لا تفعل. لا تفعل دالة على الحرمة أو ظاهرة في الحرمة، هذه مسألة أصولية. لا تفعل في المعاملات دالة على الشرطية. لا تبع ما ليس عندك، يعني الملكية شرط، ما دالة على الحرمة، دالة على الشرطية. ما الفرق بين هذين؟ لا تفعل دالة على الحرمة، لا تفعل دالة على الشرطية، كلاهما حكم. الشرطية حكم والحرمة حكم. ما الفرق بينهما حتى أقول تلك ناظرة إلى الاحتمال ونفي الاحتمال، وهذه ناظرة إلى المحتمل؟ ما الفرق بينهما؟ إما كلاهما ينفي الاحتمال أو كلاهما ناظر إلى المحتمل، شيء واحد. إذن ماكو فرق بينهما. أنت تقول بأن المسألة الأصولية تنفي الاحتمال، والمسألة القاعدة الفقهية ناظرة إلى المحتمل، هذا الشيء غير صحيح، وهي عملية المصارعة. بهذه الطريقة، بهذا المثال، بهذين المثالين، هذا ضرب مقابله مناوئه غريمه، ضربه ضربة فنية فأسقطه أرضا، أو في لعبة الشطرنج كش ملك أو شيء من هذا القبيل، ما أعرف على أي حال، أو في القمار واحد ربح واحد خسر. هاي العمليات اللي تشاهدوها جميلة، هذه العمليات لطيفة، تسوي إحساس عند الإنسان، إحساس غرور، إحساس غلبة، إحساس انتصار، إحساس ظفر، ولذلك تستمر المناقشات وما انتهت هي عند حد. هسه نأتي إلى محاولة أخرى، وهي محاولة السيد الصدر لدفع الإشكال. السيد الصدر قال: يتحتم علينا أن نغير التعريف، يعني هذا الإشكال وارد على هذا التعريف ولا يمكن التخلص منه بهذه المحاولات، ولذلك نحن مضطرون لتغيير التعريف. ما هو التعريف؟ يقول التعريف الصحيح هو أن نقول الأصول هو العلم بالعناصر المشتركة، العناصر المشتركة في باب الاستنباط. لماذا نقول عناصر المشتركة؟ يعني العناصر التي لا تختص بباب في الفقه ومشتركة بين أبواب الفقه المختلفة، مشتركة بين أبواب كثيرة ما مختصة، هاي تصير قاعدة أصولية. واللي تختص بباب هاي تصير قاعدة فقهية.
حجية الخبر هذه قاعدة أصولية لأنها عنصر مشترك. الخبر يستفاد منه، يستدل به في كتاب الطهارة، في كتاب الصلاة، في كتاب الصوم، في كتاب الزكاة، في كتاب الحج، في كتاب النكاح، في كتاب البيع، وهكذا. فهو عنصر مشترك بين أبواب متعددة. بينما القاعدة الفقهية ليست بعنصر مشترك، وإنما هي عنصر خاص وتختص ببعض الباب. مثل إيش؟ مثل أصالة الطهارة، فهي تختص بباب الطهارة. أصالة الطهارة ما تدخل في الصوم، في الحج، في الزكاة، في الخمس، في الاعتكاف، في معروف النهي عن المنكر وإلى آخره، بيع شراء. إذن خاصة بباب خاص. فإذن هذا التعريف راح يخرج منه القواعد الفقهية بطبعها. لماذا؟ لأن الأصولية عنصر مشترك يدخل في أبواب عديدة، بينما الفقهية تختص بباب دون باب. مثال الآخر قاعدة الفراغ. إذا شككت في الصلاة بعد الصلاة فشكك ليس بشيء، عن صلاة صحيحة ماضية. أو إذا شككت في جزء بعد تجاوزه هنا شكك ليس بشيء والصلاة صحيحة. هذين القاعدتين مربوطة بأي شيء؟ هذين القاعدتين مربوطة بباب الصلاة. هذه ما تجي في الزكاة ولا في الخمس ولا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا في المعاملات ولا في البيع ولا في الشراء ولا شيء من هذا. هذه مختصة بباب الصلاة، ولذلك تكون قاعدة فقهية ولا تكون قاعدة أصولية. إذن بهذا التغيير في التعريف وتبديله من التعريف بالعلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي إلى العلم بالعناصر المشتركة في استنباط الحكم الشرعي، هذا التغيير يحل الإشكال. راح تخرج القواعد الفقهية لأنها ليست عناصر مشتركة، وتبقى القواعد الأصولية لأنها عناصر مشتركة. هل إن هذا الكلام صحيح؟ هذا أيضا غير واضح ويمكن فيه المناقشة. أن قواعد غير مختصة بباب دون باب، إلها عمومية. مثل أي شيء، مثل ما يضمن بالصحيح يضمن بفاسده. هذا الضمان يجري في باب البيع، في باب الشراء، في باب النكاح، في باب الطلاق، في أبواب مختلفة. هذا هو مثال أوضح. نحن نقول صيغة النهي لا تفعل تدل على الحرمة، قلنا هذه قاعدة أصولية. ليش؟ لأنها عنصر مشترك يدخل في الصلاة، الصوم، الحج، المحرمات اللي هي شرب الخمر، الفقاعة، وهكذا. وعندنا قاعدة ثانية تقول صيغة النهي أو النهي في المعاملات يدل على الشرطية. لا تبع ما ليس عندك، لا تبع النجس، يعني شرطية الملكية، يعني شرطية الطهارة. لا تبع ما لا قيمة له، شرطية المالية، وهكذا. هذا يدل على الشرطية. هذه لا تختص
بباب واحد، تشمل باب البيع، الشراء، الإجارة، لا تفعل في الإجارة كذا، لا تؤجر بأكثر مما أجرت، لا، باب النكاح، باب الطلاق، باب المضاربة، باب المزارعة، باب المساقات، وهكذا بقية أبواب المعاملات. هذا لا تختص بباب. إذا قلت بأن صيغة لا تفعل، صيغة النهي، تدل على الحرمة، هذه لا تختص بباب. نقول لك ما معنى لا تختص بباب؟ هذه الصيغة نفسها في المعاملات تصير إرشاد إلى الشرطية، تدل على الشرطية، ولا تدل على الحرمة في المعاملات إلا نادرا، مثل لا تبع ربويا، لا ربا، هذاك موارد بقليل، بس أكثر الموارد إشارة إلى الشرطية، تدل على الشرطية. وصيغة النهي تدل على الحرمة، تقريبا مختصة في الأمور العبادية وما تشمل المعاملات، لأن ذكرنا أنها في المعاملات تدل على الشرطية. الفقه مقسوم قسمين، عبادات ومعاملات، هذه عنصر مشترك، صيغة تفعل تدل على الحرمة عنصر مشترك، يدخل في باب الصلاة، الصوم، الحج، الزكاة، تدخل في المحرمات، حرمة شرب الخمر، حرمة لحم الخنزير، وتلك أيضا النهي في المعاملات يدل على الشرطية، هذه لها أبواب مختلفة، تدخل في أبواب مختلفة، فهي أيضا عنصر مشترك. شنو الفرق بين هذا وذاك؟ هسه مثل مسألة اغسل تدل على النجاسة، هذه مختص بباب الطهارة، ولكن مثل النهي في المعاملات يدل على الشرطية، هذا شنو؟ غير مختص بباب من باب. إذا راح تدخل هاي المسألة في الأصول وفي المسائل الأصولية. إذن هذه مسابقة، هذه مشاطرة. السيد الصدر أضاف العناصر المشتركة حل الإشكال، لكن جاء شخص آخر وضربه ضربة فنية، وهو أن قواعد فقهية أيضا تكون مشتركة، مثل قاعدة النهي في المعاملات يدل على الشرطية، ولذلك سقط أيضا. لاحظون العملية عملية مسابقة، العملية عملية مصارعة، ملاكمة، عملية شطرنج. الشطرنج أقرب الأمثلة إلها، ليش؟ لأن في كلاهما الإنسان يستخدم الفكر ويستخدم العقل. في المسائل الأصولية يستخدم الفكر ويغلب الطرف المقابل، بالشطرنج أيضا يستخدم الفكر ويغلب الطرف المقابل، فيها ربح وخسارة، يغلب الطرف المصارعة. كذلك طبعا ذاك المصارعة تحتاج إلى فن، أيضا علم وفكر، وكذلك بقية المسابقات. إذن هي هذه في الحقيقة مسابقة وصراع وربح وخسارة. ولذلك تأتي المسائل الأصولية الشيقة، وتأتي شدت العلماء 1000 سنة 1200 سنة، شدتهم
وخلتهم يصارعون ويسابقون، وهاي الحلبة دائما موجودة ما تنتهي، ما تصل إلى نهاية. كل ما جاء بشخص بنظرية أخيرة جاءت نظرية أخرى فندتها. أنا عندي استعداد وقابلية أن أفند أي مسألة أصولية، مما يدل على شنو؟ على زيف علم الأصول، لأنه يعتمد على المنطق الأرسطي كما بينا، والمنطق الأرسطي جرار ممكن إثبات به كل شيء، لأنه هو علم الجدل. بالله عليك، أرسطو في كل كتبه وكل محاضراته وكل لم يذكر اسم الله مرة واحدة. احنا نتبع هكذا إنسان، ونكون شيعة هكذا إنسان، وهكذا يضرب بعضنا بعضا، وهكذا يصرع بعضنا بعضا. طبعا هذا إلى تتمة. أكو محاولة ثانية للسيد الخوئي لرفع هذا الإشكال. ظاهر الوقت انتهى، نكتفي بهذا المقدار، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.